الخيمة مع التركيب والتوصيل داخل المدينة ب800 ريال، مقاس 4x4. حبيت تركبونها في الحوش أو حبيت تركبونها في السطح، اختاروا المكان اللي تبون تركبونها فيه وهم يركبونها لكم. والأجواء الشتوية داخل الخيمة غير. طبعا عندهم خيام عدة مقاسات، شوفوا هذه 4x6 والأصغر منها 4x4 واللي أكبر الأكبر 8x5. 8x5 أيوة. والسماكة تختلف. في السماكة تختلف، في 22 في 30 يعني. طيب. سماكة 22 جميل. سماكة 30. جميل. طبعا هي كل مقاس وكل سماكة لها سعر، والأسعار تبدأ من 800 ريال 4x4 وسماكتها 26 وطبعا 22 وسماكتها 22. وفي لونين منها الخيام، في الأبيض وهذا الأسود. والداخليات فيها أحمر وفي أصفر. والداخليات في لونين، أخضر وأحمر. أي نعم. الآن نفتحها ونوريكم الداخلية. هذه داخلياتها حمراء وهذه داخلياتها حمراء. يلا بسم الله. أحمر بأبيض. هذا السقف بيجي أحمر سادة. هذا السقف بيجي أحمر. ما شاء الله تبارك الله. السقف أحمر ها؟ هذا السقف حلو. بيجي أحمر سادة ويفصل بهذا. طيب حلو. السقف أحمر سادة. وهذا التيزار يفصل يا سلام. طبعا التيزار هذا قلنا فيه لونين، هذا الأحمر نعم وفي أخضر. في أخضر نعم. طيب يا عمار الله يعطيك العافية، بالنسبة لتركيب الخيمة على البلاط هل يضر البلاط؟ لا ما عنده تعليق، ما عنده علاقة بالبلاط. ما يضر البلاط؟ إن شاء الله ما يضر. ليش؟ صغير جدا يعني ما يتعدى الربوة بتاعت الاسمنت. يعني ما تخرموا إلا شيء بسيط. شيء بسيط نعم. وهذا المسمار اللي شايف زي يدك. ايوه هذا المسمار يعني ما عنده تأثير. يعني نقول اللي يبغى يركبها على البلاط يثبتها على البلاط سواء في الحوش او السطح لا تشيل هم البلاط. لا نهائي لا تشيل، لانه دائما احنا بنستهدف ايش؟ الزاويه هذه. ايوه حلو في الزوايا الزوايا يعني حتى ما عندها تكسير، وبعدين لو غلعتها تبي تشيل الخيمه كانه ما صار شيء يعني. طيب تمام حلو. المثبتات اللي يثبتونها جدا بسيطه وما تاثر في البلاط. شيء جديد في جديد، وهذه اكياس الاعمده فيها. الان نبغى نرفع سقف الخيمه. كذا رفعنا الخيمة وباقي الآن نركب التيزار وتشوفوها بشكلها النهائي. بدأ الشباب الله يعطيهم العافية يشدون التيزار، وبدت ملامح الخيمة ما شاء الله تبارك الله تظهر خلاص في اللمسات الأخيرة. واللي يسأل عن هذه الخيمة مساحتها 6x4 وسماكتها 22 ومع التركيب والتوصيل ب1000 ريال. واللي أصغر منها 4x4 سماكة 22 زي ما قلنا في بداية المقطع مع التركيب والتوصيل 800 ريال. وشوفوا هذا باب الخيمة، وهذه الخيمة داير ما يدور، وطبعا فيها شبابيك وتقدروا تفكوا هذا التيزار وتوسعوا من المدخل. الله يعطيكم العافية والله. سرعة ما شاء الله تبارك الله في الأداء وإتقان، الله يقويكم يا رب. وترى الخيمة بابين، هذا باب ومقابله مباشرة باب ثاني. طيب يا عمار اللي يسأل عن المطر هل تتضرر وهل تطلع لها ريحة بعد المطر؟ لا ريحة يا أبو ضحى ما فيها ريحة، هذا لأنها قماش مثل الثوب الرجال اللي غسلوا عند المغسل وتشرب. حلو يعني يجيها المطر تتبلل بعدين تنشف. أيوة تنشف. ما تطلع لها ريحة. لا ما تطلع لها ريحة، ريحة في بيت الشعر. هذه قماش عالي. حلو. نعم. وهذه الخيمة ما شاء الله تبارك الله بشكلها النهائي. الله يعطيكم العافية.